انهيار ام انتعاش؟ بلومبرج بترد على اللي بيشكك في الدولار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. في لحظة كل حاجة اتشقلبت. الجنيه اللي الناس كانت بتقول عليه خلاص وقع، بلومبرج طلعت في تقرير رسمي خلال شهر نوفمبر بتقول ان المستثمرين الاجانب بدأوا يرجعوا يثقوا في الجنيه المصري. خلي بالك بس من كلمة يثقوا، بعد شهور من الهبوط وبعد قرارات كانت الناس شايفينها ان هي نهاية اللعبة، بس الحقيقة اللعبة لسه في اولها. ولو انت مغترب او عندك فلوس واقفة، الحقيقة دي ممكن تغير حساباتك بالكامل، لاننا النهاردة مش بنتكلم بس، احنا بنفهم وهنتعلم وهنتحرك صح. عاوز تعرف؟ هقولك. بس علشان اقول لك، لو اول مره بتشوفني ما تنساش انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. بلومبرج نشرت تقرير مهم جدا وقالت ان المستثمرين الاجانب اللي دايما كانوا اول ناس بيهربوا وقت الازمات، دلوقتي ماسكين في الجنيه المصري الفتره دي. وقالت نصا ان بعد خفض سعر الفايده ما حصلش هروب اللي كان متوقع، بالعكس ده الثقه رجعت تاني، وفي ناس شايفه ان الاوضاع بتتجه لاستقرار اكبر، خصوصا بعد تحركات الحكومة المصرية مع صندوق النقد، وبعد تحسن تدفقات الاستثمارات الخليجية اللي قدرت تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصري. التقرير كان بيشير لحاجة مهمة، إن سعر الجنيه المصري مش لازم يبقى في اتجاه واحد طول الوقت، وإن الفترات دي بيكون فيها سعر العملة مستقر. هي أفضل وقت إن المغتربين بيبدأوا يفكروا في خطوات استثمارية بدل ما يفضلوا مستنيين الدولار يعلى. وده بالظبط اللي هنكمله في باقي الحلقة دي. النهارده عندنا حلقة مهمة جدا، لأنها ببساطة بتجاوب على سؤال لآلاف المصريين اللي في الخارج واللي بيسألوه يوميا: أحط فلوسي فين وأستثمرها إزاي وإيه الأسلم؟ الحلقة اللي فاتت لما كلمتك على المغتربين المصريين وقلنا إن فيها المغترب لو قاعد مستني الدولار يطلع علشان يحول، يبقى هو كده بيضيع نفسه، لأن تحركات العملة عمرها ما كانت خطة استثمار. الحقيقة رد فعل كان كبير جدا ورسائل كتير جات لنا في القناة، والأخصية كانوا في ناس شوية كده معارضين بس باستفزاز شوية، لكن أنا التزمت هنا الصمت ورديت عليك في الفيديو ده. لكن اللي لمسناه بوضوح إن المغترب بقى عنده استعداد دلوقتي إن هو يتحرك، محتاج طريق واضح، محتاج يعرف يعمل إيه من غير هزار ومن غير كلام كتير، ومن غير ما حد يخوفه يقول له ان المشاريع هتخسر والاقتصاد بايظ والفلوس بتاعتك هتضيع. الكلام كله بصراحه اتصدر للناس كلها بطريقه غلط في غلط. احنا مش بنبيع وهم، احنا بنشرح واقع، وواقع فيه مشاكل، في ازمات اكيد، بس فيه فرص وتحركات وفيه قطاعات بتكسب ملايين. انت عندك دلوقتي اكتريه دول العالم الكبرى زي الصين مثلا حاطه لك استثمارات بملايين الدولارات. انت عايز تقنعني يعني الناس ديت مش فاهمين اقتصاد وبيحطوا فلوسهم كده في اي دوله، وانت بقى بسم الله ما شاء الله اللي معاك 100,000 ولا 200,000 ولا حتى مليون بتقول ان الاقتصاد المصري وحش؟ اكيد طبعا لا. النهارده بقى انا مخصص لك الحلقه دي بالكامل، ازاي تستثمر فلوسك في اذون الخزانه، وايه الفرق بينها وبين السندات، وايه الافضل الشهادات ولا اذون الخزانه، وازاي المغترب يستفيد بطريقه منها صح. حتى لو مش مغترب، حضرتك عاوز تستثمر فلوسك صح، اذا كانت في اذون ولا سندات ولا حتى شهادات، هقول لك بالفيديو ده. خليني اقول لك كده بشكل واضح وبسيط: الحكومه بتحتاج فلوس علشان تدير مصاريفها وتشغل الدوله، فبتستلف من الناس، مش من فرد واحد، لا ده من الشعب كله. وانت لما تشتري اذون خزانه انت كده بتدين الحكومه، بتديها فلوسك لفتره محدوده وهي بترجعها لك بفايده. طيب ايه اللي يميز الاذون؟ الاذون هي قصيره المدى، يعني 3 شهور 6 شهور سنه، وده بيدي مرونه اكبر للمستثمر، ايا كان بقى، اذا كنت مستثمر مغترب، اذا كنت مستثمر جوه الاراضي المصريه او حتى من خارج الدوله، اللي مش عاوز يحبس فلوسه سنين. اما السندات دي بقى عايزه واحد عمر طويل، من 3 سنين وانت طالع، 3 5 10
عيش بقى يا باشا وعيشني معاك. لكن الافضل هي الاذون. طيب الاذون الخزانه احسن ولا الشهادات؟ الاذون ليها ثلاث مميزات كبار. اول حاجه عائد اعلى من الشهاده في اغلب الاوقات، معفيه من الضرائب. رقم ثلاثة تقدر تاخد بضمانها قرض زي ما بتاخد قرض بضمان الشهاده، فهي مناسبه جدا للي عايز دخل ثابت مع مرونه. طيب اشتري ازاي؟ الموضوع بسيط، اسهل مما تتخيل. لازم يكون عندك حساب في اي بنك حكومي، وخلي بالك من كلمه بنك حكومي، يعني بنك القاهره، بنك مصر، بنك اسكندريه، بنك الاهلي. وتروح يوم الاحد، لان اذون الخزانه بتطرح يوم الاحد، وتقول لخدمه العملاء انا عايز اشتري اذون خزانه. اقل مبلغ في اذون الخزانه بتبتدي من 25,000 جنيه. ازاي؟ والله زي ما بقول لك كده، انت عندك الشهاده، انت اقل شهاده علشان تحطها من اول 100,000 جنيه علشان تطلع لك ربح كويس. لا، انت هنا هتحط من اول 25,000 وانت طالع 50 75 100 200 زي ما حضرتك عايز. البنك بيشتري لك اذون الخزانه وبتبقى حضرتك داين الحكومه. حلوه الصيغه دي. وطبعا في نهايه المده بتاخد الفلوس بتاعتك زائد العائد. ولو عايز تجدد عادي جدا، بتسيب لتعليمات للبنك وهو بيجدد لك تلقائي. طيب ليه الناس بتخاف؟ هنا بقى نيجي للجزء اللي اتكرر كتير جدا. في ناس، يعني مش عايز اقول لك، شايفه ان الشهادات مش حلوه، وناس تقول لك فلوسك هتضيع، وناس تقول لك الاقتصاد واقع، وناس تقول لك الدوله مش قادره تسد ديونها. لكن كل ده معلش يعني انا اسف في اللفظ، كلام فيستك مالوش لازمه. خليني اوضح لك، البنوك في مصر مش كيانات صغيره، دي مؤسسات اقتصاديه ضخمه. البنك المركزي هو اللي بيحدد الفايده، وهي مش حاجه ثابته. اذون الخزانه هي اداه دين اكثر امانا من اي دوله، لانها مضمونه من الحكومه نفسها. وده سبب ان الاجانب نفسها زي ما قالت بلومبرج لسه بيشتروا في ادوات الدين المصريه. يعني اللي بره لسه شايف ان في فرصه. بالله عليك، اللي جوه بقى يخاف ليه؟ الخلاصه يا عزيزي المشاهد، لو حضرتك مغترب وعندك ثلاث حلول مفيش غيرهم: تستنى الدولار يعلى، وده قرار مش استثماري وممكن يخسرك كتير. انت دلوقتي ممكن تصحى الصبح تلاقي الدولار ب 45 جنيه، هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك خسرت. ده رقم واحد. رقم اتنين، تحط فلوسك تعينها، وده انت بتقتل فلوسك. يعني تحط 100,000 جنيه معاك، بعد سنه هم ال 100,000 جنيه والله العظيم حرام عليك. او حتى تبدا في ادوات دين امنه، يعني انت ممكن تحطهم في زي اذون الخزانه دي 3 شهور 6 شهور، شوف الدنيا عامله ايه، حلوه كمل، وحشه يا باشا يا دار ما دخلك شر. عايز تحطها في اذون خزانه حط، عايز تحطها في سندات خزانه حط، عايز تحطها في شهادات محدده حط، عايز تحطها في صناديق استثمار، منهم لسه في صندوق استثمار للذهب طالع جديد تابع للدوله المصريه، جميل جدا، حط فلوسك فيه. في ناس لسه ما قدرتش تاخد خطوه ان هي اصلا تتعامل بادوات الدين الحكوميه، حطها في اذون الخزانه وجرب. لقيت الدنيا حلوه كمل طور من نفسك، حط في صناديق استثمار منها صندوق الذهب، كويس جدا جدا وبيحافظ على قيمه فلوسك وبيخليك عايش على امل ان فلوسك شغاله وبتدخل لك فلوس. ده بالنسبه للناس اللي هي مش بتحب تعمل لا مشاريع ولا تحب توجع دماغها. خلاصه المشهد يا عزيزي المشاهد، كده اكون وضحت لك ايه هي اذون الخزانه، ازاي تشتريها، ايه هي المميزات بتاعتها، وعلاقتها ايه بالجنيه. وربطناها بتقرير بلومبرج الاخير اللي اتكلم عن رجوع الثقه للعمله المصريه، والكلمه دي هتزعل ناس كتير. وخلي بالك بلومبرج النسخه الانجليزي مش النسخه العربي. لو عندك اي استفسار سيبه لي في الكومنت تحت. ولو عاوز تستفسر عن اي تطبيقات جديده بالنسبه لصناديق الاستثمار اكتب لي في الكومنت تحت، وانا بحضر لكم تطبيق مهم جدا وهيفيد ناس كتير. بكده ده وصلت معايا لنهايه الفيديو. مش هوصيك بقى انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.